ميزانيه ال 200 جنيه للاسبوع. ادي المشتريات بتاعتي طول الاسبوع، وده المنيو الاكلات اللي هنعملها طول الاسبوع. اهلا بيكم في قناه مامتري مكرمه. بنوته طلبت مني ميزانيه 200 جنيه في الاسبوع، بدون لحمه بدون فراخ بدون سمك. تمام، انا هقول لك تجيبي ايه وبعدين هقول لك المنيو، يعني تعملي اكل ايه طول الاسبوع. تمام، عشان ما تتوهيش مني، تنزلي مره واحده تشتري طلبات وبعدين بقى تعملي الاكل اللي هقول لك عليه. يلا بينا نسمي الله ونخش ايه في الفيديو على طول عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه هتجيبي 2 كيلو ونص طماطم. ماشي، الكميات اللي انا كاتباها دي هي اللي هتكفي معايا الاكل اللي هقول لكم عليه في اخر الفيديو. تمام، هنجيب 2 كيلو ونص طماطم ب 37 جنيه ونص. ليه؟ لان كيلو الطماطم بيتراوح ما بين 10 15 20 جنيه. خير الامور الوسط، خلينا في كيلو الطماطم ب 15 جنيه. هنجيب 2 كيلو ونص ب 37 ونص. تمام، هنجيب ايه تاني؟ هتجيبي 3 كيلو بطاطس ب 36 جنيه، البطاطس ب 12 جنيه. تمام، هنجيب 10 جنيه ملوخية. الملوخية ربطة الملوخية ب5 جنيه و5 جنيه خضرة. ملوخية وخضرة. تمام، هنجيب نص كيلو بصل. نص كيلو بصل. البصل من 25 30 جنيه، خلينا في 30 جنيه، يبقى 15 جنيه بصل. ده كده الخضار اللي هنحتاجه طول الاسبوع. هنحتاج ايه تاني؟ هنحتاج رز، 2 كيلو رز. 2 كيلو ارز. المره اللي فاتت قلت لكم الرز ب20 جنيه، قلتوا لي لا ما فيش، ما بنلاقيش الاسعار دي موجوده عندنا، فانا هحط لكم دلوقتي 2 جنيه زياده على الكيلو، مع ان في ب 18 وفي ب20 وفي ب22 وفي ب25 وفي ب27 وفي ب30. تمام، فخلينا كده ايه عشان الميزانيه تقضي معانا. هنجيب الرز ابو 22 جنيه، يبقى 2 كيلو رز ب 44 جنيه. هنجيب كيلو مكرونه ب20 جنيه، وهنجيب نص شعريه ب10 جنيه، وهنجيب ربع عدس ب12 جنيه، وهنجيب 3 بيضات. البيض ده دلوقتي كرتونة البيض ما بين 130 ل 150 جنيه، فاحنا هنحسبها عشان انت هتشتريها فرد فهتكون اغلى من السوبر ماركت، هيديكي الواحده ب5 جنيه. لو كرتونه على بعض هتعرفي تجيبيها ب 130 جنيه، فهنحسب ال3 بيضات دول ب15 جنيه. تمام، دي الحاجات اللي هتشتريها للاسبوع كله. الكميات اللي انا قلت لك عليها دي اللي هتكفي معاكي المنيو اللي هقول لك عليه دلوقتي. تمام، بعد ما تشتري دول هتمشي بقى باقي الاسبوع ازاي. اول يوم هتعملي غدا اليوم، طبيخ ليومين. طيب ايه هي الطبخه دي؟ هي طبخه اقتصاديه شويه، وكانت طالعه ترند الفتره اللي فاتت، وكان الناس مبهوره بيها ومش حاسه باختلاف في الطعم ولا حاجه. ايه هي كفته الرز بدون لحمه. تعمليها نفس طريقه كفته الرز العاديه، ولكن باستثناء اللحمه طبعا. تمام، بتفرمي الرز في المطحنه بتاعه التوابل، وبعد كده بتحطيهم كلهم في الكبه مع البصل والخضره والثوم والتوابل، وتشكليها وتقليها في الزيت، وبعدين تعمليها ايه بصلصه طماطم. تمام، دي هتعملي جنبيها كيلو الا ربع رز. ماشي، تعملي جنبيها كيلو الا ربع رز زائد ربع شعريه. دي كده اول اكله هتكفينا يومين. الميزانيه دي لزوج وزوجه وطفلين. تمام، تالت يوم هنعمل اكل ايه؟ هتعملي شوربه عدس. عايزه تعمليها فته بتكون في منتهى الجمال، عايزه تعمليها شوربه وتشربيها كده، تحطي معاها حبه شعريه تحمريهم وتحطيهم على العدس، بيكون حلو جدا برضو. طبعا الشتاء داخل وكلنا هنلجأ للعدس دلوقتي عشان نتدفى. يبقى هنعمل تالت يوم عدس. العدس ده هنستخدم فيه بصلايه، طماطمايه، توم. انتي ممكن تجيبي ب5 جنيه توم كده وهيقعد معاكي كتير. والربع كيلو العدس اللي ب12 جنيه اللي جبناه، العدس ده هتستخدمي له بصلايه وطماطمايه، وهتحطي فيه التوابل بتاعتك وربع العدس مع شويه ميه، وهتسلقيهم وتضربيهم في الخلاط او بالهاند بلندر. تمام، يبقى ده كده تالت يوم. رابع يوم هنعمل طبيخ وملوخيه ورز بالشعريه. تمام، هنعمل طبيخ ايه دلوقتي؟ عشان تعملي طبيخ فالخضار اللي هتلاقيه وفي نفس الوقت ارخص نوع هي صينيه البطاطس. تمام، فهنعمل ايه؟ احنا جايبين 3 كيلو بطاطس، فهنعمل كيلو بطاطس طبيخ كده. انا بحب جدا الاكل اللي بيكون ليومين، بحيث ان انا تاني يوم لو ورايا اي حاجه في البيت بعملها. بيكون الموضوع هين شويه بدل ما اقف كل يوم في المطبخ. هيبقى طبيخ وملوخيه ورز بالشعريه وارز. تمام، هتستخدمي له برده الا ربع رز، كيلو الا ربع رز زائد ربع الشعريه.
ده لليومين ل4 افراد، زوج وزوجه وطفلين. تمام. الملوخيه احنا جبنا ربطه ملوخيه هنا. ها طبعا هيكون في عيش عشان تغمسوا بيه الملوخيه، يعني انتوا لو كيلو الرز ده كتير عليكم يبقوا قللوه شويه وخلوه للاسبوع اللي بعديه. تمام. رابع يوم وخامس يوم، يبقى اول وتاني يوم هيبقى طبيخ كفته الرز بدون لحمه بكيلو الا ربع من الرز وربع من الشعريه، يعني هيبقى التوتال كيلو لليومين. لو انت مثلا حابه تزودي زودي، عايزه ممكن يكون في جنبها عيش، يعني لو انتوا اكتر من 4 افراد يبقى حطي عيش جنبها وغمسوه. تالت يوم هيبقى عدس. رابع يوم وخامس يوم هيبقى صينيه بطاطس وملوخيه ورز. سادس يوم هيكون ايه؟ هيكون مكرونه. سادس يوم هيبقى مكرونه محمره زائد شيبسي. هتجيبي بصي، هتجيبي المقشره بتاعتك العاديه بيكون فيها الجزء ده، هتاخدي البطاطسايه وهتقعدي تعمليها كده، هتطلع معاكي البطاطس تكون رقيقه خالص. تحطيها بقى تنقعيها في ميه سخنه وبعدين بشويه خل، وبعدين تحمريها بقى في الزيت. تحطيها في الزيت ازاي؟ تمسكي واحده واحده وتحطيها لوحدها، ما تاخديهمش كلهم كبشه كده وتحطيهم، لا هيلزقوا في بعض. تمام. يبقى سادس يوم هيكون مكرونه وشيبسي والعيال هيحبوه جدا طبعا. تمام. خلينا بقى في سابع يوم. سابع يوم هيكون بطاطس مهروسه زائد بيض بالخضار. بيض مقلي بالخضار. يعني ايه بيض مقلي بالخضار؟ يعني هتجيبي بصلايه وهتبشريها وهتقليها وبعدين هتحطي عليها قطع من الطماطم، لو عندك فلفل حطي، ما عندكيش ما تحطيش. وهتقطعي برده الطماطم وتحطيها عليها وبعدين تنزلي عليه بالبيض. هتحطي مثلا بصلايه صغيره عليها بتاع طماطمتين او 3 ماشي، وبعدين تنزلي عليهم ب3 بيضات، هيعمل معاكي كميه كبيره زائد البطاطس المهروسه، وهتبقى اكله حلوه جدا. دي هتاكلوها بالعيش. تمام. وبكده نكون خلصنا ميزانيه ال 200 جنيه للاسبوع. ميزانيه ال 200 جنيه للاسبوع دي بتعتمد على ان انت تكوني بتاخدي تموين، عندك الزيت بتاعك، عندك السكر، عندك ايه التوابل، عندك كل الكلام ده. وبكده اكون خلصت معاكم حلقه النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتوا ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب لقناه مامي دريم مكرمه على اليوتيوب. السلام عليكم.